البيض سر من أسرار التخسيس. فوائد البيض الشاملة والمهمة: أول حاجة، مصدر عالي جدا للبروتين، يساعد على الشبع فترات طويلة، مهم عشان بناء العضلات وعشان حرق الدهون يبقى معاكي عالي جدا. تاني حاجة، بيقلل الجوع. جربي كده تفطري كل يوم ببيض الصبح، هتلاقي نفسك طول اليوم مش حاسة بأي جوع، على عكس لو بدأت تفطري يومك بسكريات أو نشويات. البيض هيخليكي تاكلي أقل طول اليوم. كمان غني بالفيتامينات، فيه فيتامين ب 12 وفيتامين د والكولين. والكولين مهم جدا عشان المخ وعشان التركيز وعشان ما تحسيش ان انت بتنسي، ويقلل من الزهايمر. كمان بيقوي الشعر والبشرة. في بياض البيض بروتين، زائد ان كمان الصفار فيه دهون مفيدة. كمان هو مفيد للحوامل، بيساعد على نمو الجنين بسبب ان هو بيحتوي على الكولين والبروتين. طيب تاكلي كام بيضة في اليوم؟ عندك من بيضة ل2 بيضة في اليوم، ممتاز جدا. وممكن توصلي كمان ل3 بيضات في اليوم لو حسيتي بالجوع اثناء اليوم. الرياضة هي سر من أسرار التخسيس، محدش قالك عليه قبل كده، أنا النهاردة هشرحهولك بالراحة. لازم الرياضة بتاعتك تكون أنت بتحبها، لازم تختار النشاط اللي أنت بتحبه، لازم تبدأ فيه تدريجيا من أول النشاط البسيط وتبدأ تزود فيه النشاط يوم بعد يوم. لازم يكون فيه تناسق في الرياضة بتاعتك في شدتها. لازم تجمع بين تمارين الكارديو وتمارين القوة وتخليها عادة في يومك، يعني لازم كل يوم تعمل رياضة. اوعى تنسى الإحماء، لازم تسخن قبل ما تلعب رياضة. اسمع كمان لجسدك، شوف جسدك بيتمرن مع ايه أفضل وأحسن وبيخس مع ايه أكتر واستمر عليه. قررت وانا جعانة اكسر جوعي بحاجة تخليني ما اتخنش، وهي البيض. اخده معايا في شنطتي وانا رايحة شغلي بيضة مسلوقة، عشان لما اجوع لازم اطلع واكلها، علشان ما بوظ نظامي الغذائي وفي نفس الوقت مبقاش حرمت جسمي من الاكل الصحي. المشي من اجمل الرياضات اللي انتي تعمليها خلال يومك، ولازم تبدأي بيها يومك كل يوم. انا عن نفسي بنزل شغلي مشي، لازم امشي الصبح نص ساعة قبل ما افطر، بحرق دهوني وبعد كده بنزل امشي في الشارع عادي خالص وانا رايحة شغلي. لا بركب العربية ولا بركب تاكسي ولا حتى اي مواصلة. دي اهم حاجة، وهي افتتاحة اليوم. الجسم يتنشط، يخش له دموية زيادة، يحس بنشاط، يحرق دهون، يبقى في صحة، عمرك ما يجيلك امراض ابدا. النهارده كنت معاكم، حبيت اشارككم التجربه البسيطه ديت علشان نتعلم منها كلنا. كمان هشارككم بكل الوجبات الصحيه اللي هتخليكم تنزلوا عن الميزان. جالي النهارده تعليق من احدى المتابعات بتسالني سؤال جميل قوي، اللي انا بيقولوا لي ما تاكليش جزر، ده الجزر هيتخني. طب هو معقوله بقى الكلام ده؟ يعني امال ناكل ايه؟ نروح ناكل شيبسي ونشرب بيبسي، هو ده اللي مش هيتخننا؟ طب هي واحده قاعده حست بالجوع وهي بتعمل رجيم وملتزمه وبتنزل وبتعمل نشاط كل يوم، ونيجي نقول لها لا والله ما تاكليش كمان بقى جزر وانت في الوقت اللي انت جعانه فيه. طب هي اما تضعف في وسط الوجبات ولا تجوع هتاكل ايه؟ تروح تاكل بقى محشي، ولا تلخبط في الوجبات، ولا تاكل سكريات، ولا تاكل مقليات؟ طب هي اختارت تاكل جزر. ليه يا جماعه نهبط الناس؟ ليه؟ بالعكس ده ممتاز، انا بشجعك جدا، والفيديو ده هديه مني ليكي، بجد انت ممتازه.